بكم لنستمع جميعا للشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد، ونجعله يحلق بنا بعيدا بعيدا في سماء الحب والإيمان. ويا بني اركب معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. أحبتي الفضلاء، خير ما بدأ به الكلام، وخير ما عطرت به المسامع، وخير ما تكلم به المتكلمون، وخير ما نطقت به الألسن، وخير ما استشعرته القلوب هو كلام رب العالمين جل جلاله، الذي قال وقوله الحق: كتاب أنزلناه إليك مبارك. كلام ثقيل إذا اخترق شغاف الجنان، خفيف جدا إذا ما تجاوز الآذان. كتاب أنزلناه إليك مبارك. وليتشجع أحدنا ويقول: لما يا ربي أنزلته مبارك؟ لما يا ربي أنزلته مبارك؟ عشان نقيس وننظر إحنا فاهمين صح ولا خطأ. قد يقول قائل: يعني ممكن نكون إحنا فاهمين تعاملنا مع القرآن خطأ طول هالسنين وأنت جاي تعلمنا الآن؟ لا، أنا أعلم نفسي، لأني والله حبيبي الغالي وأختي الفاضلة صدمت يوم سمعت كلام الله عز وجل: لماذا أنزل القرآن؟ والله صدمت يا جماعة، وتركت المصحف وقلت: يا رب يا ربي علمنا ما ينفعنا. لما أنزل الله هذا القرآن؟ لا يغرك حبيبي الغالي إيش أنت فاهم وما فهمته أنا وأنت حبيبي الغالي. الله عز وجل يوم تكلم عن أكثر الناس قال: ولكن أكثر الناس ماذا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب من اللي قال لي ولك أننا لسنا من هؤلاء الأكثر الذين لا يعلمون؟ تعرف إيش الضمان اللي عندي وعندك؟ ضمان واحد وكله هباء. إبليس قال لي وقال لك: لست منهم. وصدقنا يا جماعة؟ إيوه ربي. ولقد صدق عليهم إبليس ظنا فاتبعوه. قال: اقرأ بس ما عليك، ما أنزل لقراءة حرف ب10 حسنات. لا، كلام إبليس غلط. اللي أقنعني وإياك فيه السنين كلها قال الله: يعدهم ويمنيهم. قال: أنت فاهم ليش أنزل القرآن وعلاقتك بالقرآن على ما يرام، ورب العليم العلام جل جلاله راضي عنك، فلا تغير، استمر، اقرأ بس بدون ما تحس بشيء. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أجل ليش أنزل هذا القرآن؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. لما يا ربي؟ ليدبروا آياتي. سبحان الله، ليدبروا. هذه أنا تكلمت والله عن نفسي يوم قريتها، قلت والله ما أحسها، أنا أحس أني أقرأ بس، أسمع بس، أتدبر. ثم وقفت وقفة جاندة وأحب لك ما أحب النفسي. قلت الله يقول لام التعليل، يعني أنزلت هذا الكتاب ليدبروا. ما قال صوره وأجزاءه وصفحاته، لا، قال لو ذقت الطعم بقلبك والله ما تمر آية إلا تسعب عليك أنك تعديها من كثر من تحاس طعمها. وسوف نأتي اليوم بإذن الله عز وجل. ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. يقول اللي عنده عقل، هذا في قياس رب العالمين، يقول لي أولو الألباب عند الله أنه إذا
قرأ يتدبر. طيب واحد فينا يقول والله يا ربي أنا أبغى أتدبر، وأنا ضيعت حياتي كلها أقرأ بس وأسمع بس ما حسيت بشيء. أقرأ اليوم من ختم، وفي ناس في الجزء 20 وال25 بس يقول والله ما حسيت بشيء، يعني أنا أقرأ صفحة ورا صفحة ورا صفحة ما في شيء. يا ربي أتدبر هذه بأي عضو عشان أستخدمه؟ ثم يفاجئك القرآن: أفلا يتدبرون القرآن. كل التركيز تدبروا، ما في يقرأوا. وإحنا شغلنا في يقرأوا، وإبليس يقول خلوكم كذا. أفلا يتدبرون القرآن أم، كلام ثقيل، أم ماذا يا ربي؟ إذا ما تدبرت إيش المشكلة اللي عندي؟ أم على قلوب. يقول المشكلة هنا لسانك تحرك وقريت كل شيء بس ما حسيت شيء. أم على ماذا؟ أم على قلوب أقفالها. يعني إذا ما حسيت بطعم القرآن يا ربي عندي مشكلة في قلبي. طيب إيش علاقة قلبي بالقرآن؟ الله يقول جل جلاله أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا ما تغيرت حياته كلها إلا يوم وصل القرآن إلى عضو من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام. خذ خط سير القرآن عشان نقيس حبيبي الغالي أنا وأنت وأختي الغالية هناك، نقيس أنفسنا. هل خط السير اللي كان للنبي عليه الصلاة والسلام هو نفس الخط السير اللي عندي، ولا أنا ماشي في طريق غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزل به الروح الأمين. شوفوا السند، الله يتكلم جل جلاله، ثم ينزل جبريل عليه السلام بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام إما واقف أو جالس يتلقى الوحي. إذا كان على القصواء تخر، تطيح القصواء تحت حتى يمتد عنقها، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا وصل هنا، إذا وصل أي عضو فوق، عين تقلب نظر في الصفحات، أو لسان يتحرك بالآيات، أو أذن تسمع، ما راح يصير أي شيء. تحس خفيف جدا، آيات بس قاعد تمر. نزل به الروح الأمين. وين؟ النبي عليه السلام بشفاته وعينيه ولسانه وأذنيه، ثم يقول الله عز وجل على قلبك. وتعدل الجزء العلوي كله اللي احنا مشغولين فيه، بس قاعدين نقرأ ونعد كم عدينا. على قلبك لتكون من المنذرين. عشان كذا تغير النبي عليه الصلاة والسلام، صار إنسان ثاني. تسألون عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا أمنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ علمينا إذا صحى من النوم إيش يسوي، إذا جاء يصلي إيش يسوي، إذا جوه ضيوف إيش يسوي، إذا كان في مشكلة عنده إيش يسوي، إذا مع أهله، إذا قام، إذا خرج، إذا سافر. قالت: تقرؤون القرآن؟ كان خلقه القرآن. وقولوا للناس حسنا، هو يقول للناس حسنا، ولا يغتب بعضكم بعضا. تقول عمري ما شفت اغتاب، قرآن نمشي. النبي الله يقول: والكاظمين الغيظ. يأتي الأعرابي يشد النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة يشوفون